السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال. المهم غادي ندير لكم اليوم لاصوص ديال البيتزا اللي ساهله كما تشوفوا. تنقيو المطيشه ديالنا، تنقسمها بحال هكا ظروفه بحال هكا، وتندير مليحه وتندير زيت الزيتون. صافي راني درت زيت الزيتون، كثرت في الصراحه ما خصنيش نكثر. صافي وغادي نغطي عليها ونقللها في الاقصى درجه حتى تتهبط لي ديك المطيشه تطيب تماما، ونعاودو نتلاقاو. البنات انا عديت عليها هنا، غادي ناخذ معاكم، ما عندكمش معاك خذ فرشيطه ندير معاك فيها بحال هكا. صافي هي بهكذا. غادي ندير فيها مطيشه سائله او مطيشه الحك اللي بغيتو، المهم الاحسن ديروا المطيشه السائله والزعتر ولا لي زيت دو بروفونس اللي عندكم. كيف ما تشوفوا معايا درت شويه ديال التحميره هنايا، وغادي ندير لي زيت دو بروفونس او الزعتر، وغادي نضيف باكيه ديال هذا حيت انا ندير واحد. المهم نوريكم لاصوص كيفاش تستعملوا به اي بيتزا. صافي حركوا مزيان، حركوا مزيان صافي حتى تنحصلوا على لاصوص ممتازه. انواع ديال البيتزا، اي بيتزا بغيتو ديروها، اي بيتزا. يمكن لكم تزيدوا شويه الزعتر. هذه لاصوص بيتزا. صافي هذه هي الطريقه، طريقه سهله وبسيطه وناجحه، نتمنى تعجبكم.